وانت بتقيس الهدوم في غرفة القياس وبتقرر ترجعهم زي ما كانوا وما تسيبهمش مقلوبين على ظهرهم، علشان الولد اللي واقف يلم كل الهدوم اللي اتقاست دي يجي عند الهدوم بتاعتك ويتنهد ارتياح انك عملت حاجة مكانه. لما بتخلي حد ياخد دورك في طابور طويل لانك حاسس شكله تعبان او مستعجل اكتر منك، وان الكام دقيقة انتظار دولت مش هيفرقوا معاك لكن جايز قوي يفرقوا معاه. لما بتنادي على الجرسون في المطعم تقول له ان في غلطة في طلبك وانت مبتسم ووشك مفرود، ممكن كمان لو الغلطة مش فارقة معاك قوي تعديها وتكرر تاكل الطبق زي ما هو المرة دي. لما حد يحتاج لك ويبقى مكسوف انه بقاله كتير ما بيكلمكش، واول ما يكلمك تبقى علشان محتاج منك خدمة وتقرر ترفع من عليه الحرج وتقول له انا عارف ان مشاغل الدنيا كتير، انا كمان مقصر معاك، بس انت فيك الخير انك وقت ما احتجت مساعدة كلمتني انا، علشان انا الاقرب ليك. لما تقف بعربيتك وتشاور لبنتين صحاب بيعدوا الطريق على رجليهم انهم يتفضلوا فيبتسموا لك ويجروا يعدوا. لما بتعدي وتفضل ماسك الباب مفتوح للي وراك يعدي. لما بتقوم من الكرسي بتاعك في المترو علشان تقعد حد مكانك. لما تبتسم في وش الكاشير وتقول له لو سمحت وشكرا. لما تخلي عيلة مستنية الأسانسير معاك تركب هي الأول مع إنهم جايين بعدك. كلاب الشارع أو القطط اللي بتجري تتلم حواليك أول ما يشوفوك علشان عارفين إن أنت اللي بتحط المية والأكل كل كام يوم ليهم. لما بتكلم خدمة العملاء وتسأله ازيك عامل ايه النهاردة قبل ما تقول شكوتك. ده انت. دي الحاجات اللي بتقول انت مين. ده السلوك اللي بيقول ان دي صفاتك واخلاقك، مش طولك ووزنك ومجموعك في ثانوي ورصيدك في البنك ولونك وعيلتك ومنصبك ومعدل الحرق عندك.